طيب، مبدئيا كده، اكلت ابنها بدري، اكلته متاخر، ابنها سنن بدري، ابنها بيمشي متاخر، ابنها لسه بيتهته في الكلام، ملناش دعوه. من الاخر، محدش هيخاف على الطفل قد مامته وباباه. كل ام اضرب ابنها، كل ام عارفه ابنها محتاج ايه وتعبان في ايه وناقصه ايه كويس قوي. عايزين نقدم النصيحه، حلو قوي، قدمي النصيحه، بس ما تكونش طول النهار عمال على بطال، ما يكونش قدام حد، وما يكونش باسلوب كمان سخريه. ده في حاله ان انت عايزه تنصحي الام بجد. لكن بقى لو عايزه تاخدي شوت كده ان انت خايفه على الابن اكتر، ان الام مقصره، لا، محدش هيصدق ده، وهيبقى دور رخم قوي بصراحه. فبلاش نتدخل في اللي ما يخصناش. عايزين ندي نصيحه، نديها بشكل لطيف غير ما نتك عليها. كل ام فيها اللي مكفيها، كل ام حتى لو ابنها فيه مشكله ما هي بتبقى عارفه ده ومضغوطه، فما تجيش بكلامك تضغطيها اكتر. مفيش ام عارفه ان ابنها تعبان وقاعده بتحط منوكير. كل الامهات بتسعى ان يبقى اولادها احسن حد في الدنيا، فكلامنا بيبقى رخم قوي ودمه تقيل قوي عليه.